الإعلام السوداني، مجرد ما تسمع بالإعلام السوداني أكيد تخط في بالك الصحف والجرائد والإذاعة والتلفزيون، لكن أنا الليلة أكتر حاجة في فيديو الليلة ده مركز في التلفزيون، يعني القنوات السودانية. القنوات السودانية وعلى رأسهم قناة السودان والشروق، شمس السودان التي لا تخيب، لكن الليلة حيغيب في الفيديو ده. والنيل الأزرق والبلد 24 سودانية، قناة أنغام، البحر الأحمر، طيبة، الشمالية، جون، وانا قديم شديد، ساهور، ولسه في قنوات تانية. خلونا نشوف الإعلام ذاته هو شنو. الإعلام هو مصطلح يطلق على أي وسيلة أو تقنية أو منظمة أو مؤسسة تجارية عامة أو خاصة، رسمية أو غير رسمية، مهمتها نشر الأخبار ونقل المعلومات. رقم 3، وده الكلام الدسم ذاته يا أحبابنا، الإعلام السوداني يا جماعة بدأ ينتشر بداية بالصحف، بعد ذلك تم إنشاء الإذاعة السودانية في عام 1940، بعد ذلك تم إنشاء التلفزيون في عام 1962، ثم بعد ذلك تم تكوين وزارة الإعلام السوداني في عام 2005، وكانت تسمى بوزارة الثقافة والإعلام سابقا، وتم إنشاء المركز السوداني للخدمات الصحفية. 4، دايرين نشوف أنواع الإعلام. الإعلام يا جماعة بينقسم إلى 3 أقسام: الإعلام المكتوب والمطبوع، وتدخل في الجرائد والمجلات والمنشورات الورقية. الإعلام المرئي بيدخل في التلفاز وأجهزة الحاسوب والهواتف الناقلة، وآخر حاجة الإعلان المسموع ويدخل في الإذاعة والراديو. خير أقول لكم يا أحبابنا، الكلام الفات ده كله عبارة عن معلومات، لكن الكلام الجاي ده كلام ركيك جدا جدا. أول حاجة يا أحبابنا الطيبين، الإعلاميين ديل في البعض منهم مظلومين. أيوة مظلومين. أول حاجة داير أقول لكم مظلومين ليه؟ يا أخي أنت كإعلامي تكون إنك يا أخي ماشي بنمط معين وبسياسة معينة، دي حاجة يعني بتخيدك أنت في حريتك، يعني بيكون ما في حرية. أنت لك إعلامي المفروض يكون عندك حرية تتكلم كويس الكلام اللي انت عايزه والكلام اللي انت شايفه صح، لكن انت ما في، لازم تكون تابع لحزب معين، لازم تكون تابع لاتجاه معين عشان تظهر في الشاشات. فده والله يا جماعه برضه يعني مشكله كبيره جدا جدا. المشكله الثانيه نجي في موضوع التطور. لو جينا في التطور والله بصراحه كده احبابنا الطيبين برضه يعني ما في تطور ملحوظ في البرامج كويس، في ادوات التصوير، في تقنية الصوت، في حاجات زي دي برضو يعني ما في تطور. فمشكلة التطور ده برضو يعني مشكلة كبيرة جدا جدا، مشكلة كبيرة. يا ريت يا جماعة الناس تدخل آلية تصوير جديدة وتحاول إنها تحدث الشغل وتحدث الإعلام في البلد. 3، مشاكل الإعلاميين. والله بصراحة كده أهلنا الطيبين، مشاكل الإعلاميين برضو يعني بيأثر في الإعلام، لما يكون في إعلامي منضم لحزب وفي إعلامي تاني منضم لحزب تاني أو لاتجاه معين، فدي برضو من المشاكل اللي ما بتخلينا إحنا بنتطور. فيا جماعة إحنا لو اجتمعنا في أي حاجة كده خلينا نجتمع كسودانيين عشان ننمي بلدنا. غياب الإعلام في بعض المحافل الثقافية والاجتماعية، بعض المرات يعني لو ما في حكومة بكون ما في إعلام، فدي برضو من المشاكل يا جماعة. المفروض الإعلام يكون حضور، لو الحكومة موجودة أو غير موجودة. في النهاية أنتوا أصحاب رسالة ولازم ترسلوا رسالتكم في أحسن وجه. اللبس، فبصراحة كده برضو إحنا لو جينا لللبس، لبس الإعلاميين برضو بقى لبس يعني لبس خليع. يا جماعة الإعلام ده ما أرض أزياء ولا مظهر، أهم حاجة إنك أنت ترسل رسالة، أهم حاجة إنك ترسل رسالة. ما على شرطي تجي أنت بلبس جديد على طول، ما على شرط أنت تجي بحاجات غريبة، وأنت برضو يا ستنا برضو ما على شرط إنه تجي يا أخي بمكياج تقيل وبديكور كده يعني غريب. يا جماعة حاولوا إنكم تظهروا بزينا السوداني. التوب ده عيبه شنو؟ التوب عيبه شنو؟ ولا الجلابية عيبه شنو؟ يا جماعة أنتم توصلوا رسالة، توصلوا رسالة. فيا ريت يا جماعة ترسلوا رسالة تكون رسالة جميلة، رسالة هادفة، رسالة فيه يعني سودنتنا. ونجي للمشكلة الأخيرة والأهم، الحكومة بتفرض
ضرائب، يعني ضرائب غريبة جدا جدا. فده ذاته يا جماعة بخلينا احنا ما نتطور. يا جماعة الآليات دي لو جات بتجري البلد، ولو في زيادة في القناة معناته في زيادة لينا نحن. يا جماعة خلوا الناس تشتري الحاجات دي وتجيبها. يعني حاولوا انكم تخفضوا لهم الضرائب، حاولوا انكم تخفضوا لهم الضرائب. يعني لو القنوات دي اتطورت يبقى نحن اتطورنا كبلد، مش كشخص ولا صاحب قناة، لا كلنا احنا هنتطور. فأنا يا جماعة الحكومة تساهم في الحاجات دي. كوني يا اخي انه انا القى قناة الحدث او اي قناة خارجية تنقل الحدث قبل قناتنا نحن، والله دي برضه حاجة يعني بتخلي الواحد يكون يعني زهجان ومتوتر. طيب احنا قنواتنا دي بتعمل شنو؟ يا جماعة يا ريت تفسحوا للناس دي المجال، خلوهم يشتغلوا شغلهم، وتوفروا لهم انتوا ذاته يعني سبل الراحة، وتوفروا لهم الأمن. ولو في أي مشاوير بعيدة حاولوا انه تطلعوا معاهم ناس، توفروا لهم الطمأنينة، والناس دي ينقلوا لنا الخبر بدل ما يجوا ناس من بعيد وينقلوا لنا الخبر. دمتم سالمين وفي رعاية الله وحفظه. ولو في أي واحد زعل من كلامي ولا أي حاجة بقول لكم يا أخي لكم العتبى حتى ترضوا.